السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في كويزين غيتا. نتمنى إن شاء الله الجميع يكون بألف خير. غادي نكملوا إن شاء الله تتمة ديال الحلقة اللي درنا، يعني الطلبية ديال الحلويات اللي مشات لبلجيكا للديار البلجيكية. غادي خدمنا الحلوى ديال اللوز يعني المراحل. اليوم غادي نتطرقوا الحلويات اللي ما خدمناش، خصوصا غادي نهضروا اليوم على الصابلي. اذا الصابلي كيفاش غادي نخدموه؟ واحد العجين اللي درنا فيه واحد العجين رائع، يعني اللي ما تيصدقليهاش الصابلي كيف ما تنقول لكم، راه العجين اللي كنعطيكم ديال الصابلي راه كيجي ناجح بزاف. اذا كانت بعض التساؤلات شحال هذه علاش ما نديروش السنيده في الصابلي، يعني شنو الفرق؟ اليوم غادي نخدموا هذا الصابلي كله اللي شفتوا في هذا العرس، خدمناه يعني دخلنا ليه سنيده. انا غادي تشوفوا المراحل وكان رائع. طبعا النتيجه كما كتشوفوا كيجي صابلي هائل هائل بزاف. اذا اليوم غادي نطرقوا المراحل يعني بالاجمال كيفاش نخدموا هذا الكوموند. من بعد راه حنايا غادي نديروا الصابليات اللي ما عندناش مباشره. من بعد هذه الحلقه غادي نبداو نحطوا الصابليات بالتفصيل اللي حنايا ما درناش في القناه. وإلا بانت لكم شي حلوه عجباتكم يمكن لكم تكتبوا لي فقط في التعاليق وان شاء الله نشاركها معكم. اذا كيف ما شفتوا كان تنويع في الصابليات، وكانوا صابليات بالمذاقات. ما غاديش نحرق لكم المراحل حتى نخدموا الصابليات ان شاء الله مباشره كما ذكرت مور هذه الحلقه، وغادي تشوفوا كيفاش خدمناهم. ما كنركزوش فقط غير على المنظر ولكن حتى المذاق، باش هكذا اللي كلا شي حلوه راها كتعجبو. وما تنساوناش طبعا من تسجيل في القناه اللي باقي ما تسجلش معنا، وتفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد. وان شاء الله راه غادي تكون حلقه شيقه. ننتقلوا دابا باش نشوفوا العجين. اذا كيف ما ذكرت في المقدمه ديال الحلقه غادي نغيروا، غادي ندخلوا سكر سنيده. راه يمكن لينا نخدموا غير بسنيده، فعلا راه خدمت بها واحد الكوموند راه طلعت زوينه. غير هي اللي مازالين من الناس عاد مبتدئين من الاحسن يخلطوا باش يعطيكم نفس النتيجه اللي عطاني. اذا هنا غنديروا طبعا كاس ديال السكر كلاصي مع كاس سنيده، طبعا جوج بيضات نفس المقادير ما غيرناش. السنيده اللي غيرنا، وعندنا الفاني، وعندنا كاس الزيت مع مرش، وربعه ديال الزبده يعني 250 غرام. وهنا هنا المذاق اللي دخلناه هو درنا البخانيني، حيت هنا غادي نديرو ديال النوغا. البخانيني على حسب الاختيار، ديروا معلقه، ديروا جوج اللي بغيتو، والفاني طبعا راني ذكرته، والدقيق راه على حسب الخليط. اذن هنا غادي ندخلوه باش نخدموا الصابلي ديالنا في العجانه. علاش؟ لان كيف ما كتعرفوا راه كتكون الكميه كثيره، اذن صعيب باش غادي نخدموا ندلكوا هادشي كله. من الاحسن اللي عنده العجانه يخدم بها، اللي ما عندوش نفس الطريقه اللي كنت كندير معكم بلا عجانه. راه حنا كنخدموا الزبده في الاول، كنضيفوا سنيده وكنضيفوا السكر. غير هاد الطريقه د العجانه طبعا ملي تيكون الكوموند كتير راه كتسهل علينا، هذا هو الفرق. وكندمجوا المقادير كاملين. طبعا كنضيفوا واحد شويه ديال الملحه، دائما راني تنذكرها في الاول. وغادي نخليو ديك الزبده حتى تندمج لينا كيف ما تنديروا. يعني الصابلي ديالي القناه كله راني عاجناه فقط يعني بيديا، غير بيدينا في القصعه ديالنا ولا في شي اناء فاش كنعجنوا. طريقه سهله حتى كتندمج ديك الزبده. ومن بعد غادي نضيفوا البخانين هنا غير حيت نسمت به كما ذكرت. يمكن لكم ديروا الحامض على حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. من بعد زدنا ديك كاس مع مرش ديال الزيت، وغادي نضيفوا جوج بيضات. دائما هنا راه حنا تنخلطوا، منين تنبغيو نضيفوا الدقيق تما تنوقفوا. من بعد كنزيدوا الفاني كيف ما شفتوا. واخا درت البخانيني درت الفاني راه تيجي مذاق رائع. الفاني ملي تندخلوه مع اي مذاق. هنا هادشي باش قلت لكم غادي يسهل عليكم العمليه فقط في الوقت. اذا حتى كتندمج لينا ديك الزبده، من الاحسن نرجعوها لشي اناء ولا نخدموها غير تما يعني في نفس المكان. لاحظوا معايا حتى تولي لنا بوماد هكا كيف ما تنقول لكم دائما. من بعد غنضيفوا الدقيق حتى تجمع لينا العجين. تقريبا واحد 650 حتى 700 غرام ديال الدقيق، ولكن دائما راه على حسب الزيت، على حسب الزبده، على حسب نوعيه الزبده، على حسب النوعيه ديال الدقيق، على حسب حجم ديال البيض. هادو راه مسائل مهمه تنشاركها معكم بكل صدق، يعني باش تحصلوا على نفس النتيجه. دائما ملي كنجمعوا راه حنا تنبداو نقيسوا العجين، ما خصوش يكون تيتلصق بين يدينا. وفي نفس الوقت ومن الاحسن غسلوا يديكم بحال هكذا، عاد بقاو تحاديو العجين باش ما تحسوش به مازال كيلصق بزاف وتبداو تزيدوا الدقيق.
هادو راهم نصائح مهمين في الصابلي. من بعد كناخذوا بلاستيك غذائي وتنطلقوه بحال هكذا وتندخلوا للثلاجه. من الاحسن انا هنا ما دخلتوش نهائيا الثلاجه كيف ما شفتوا. غادي نبدا نخدم به مباشره. طريف تنديرهم غير في هاد المولات، يعني ما غادي تسبوقوا ما حتى شي حاجه. والصابلي الاخر من الاحسن راحنا تنديروه في الثلاجه واحد الساعه. واذا كان عندكم الوقت من الافضل نصيحه تعجنوه في الليل والصباح تبداو تخدموا به. هنا الطريقه كيفاش غنخدموا في المولات مربعين. غادي نقطعوا مرشم مربع. يعني كانت تساؤلات على هذه الطريقه بحال هكذا سهله. لاحظوا معايا ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش غلاظ بزاف، يعني درناهم موين. وغادي نلبسوهم بهذا الشكل المول ديالنا. حنا ما بغيناش نقطعوا ليهم دوك الجوانب. لاحظوا كيفاش كنجمع باش كيعطيونا دوك القنيتات طالعين. منين تنعمروهم كيجيو المنظر ديالهم زوين بزاف. هاد الصابلي راه عندنا في القناه، يعني ما غاديش نديروه ان شاء الله نعاودوه بطريقه واحده اخرى بالتفصيل، يعني التزيين ديالو كلشي كان عندنا في القناه. من بعد حنا كنزينوه فاش كيطيب كنديروا الشكلاط وكنديروا المكسرات على حسب شنو ما بغينا. اذا هنا هاد الشكل خدمته بالمذاق ديال البخانيني. وهذا الشكل الاخر اللي غنديروا فيه النوغا ديال الزريعه هو اللي غننتقلوا ليه. حتى هو خدمته بنفس هذا العجين. علاش شاركت معكم هذا العجين؟ لانني خدمت بها جوج ديال الشكالات هكذا باش نختصر الوقت. وراه كيجي المذاق مبدل على حسب هذيك درنا الزريعه والاخرى درنا لها المكسرات. اذا نفس الطريقه. لاحظوا معايا كنرققوا العجينه ولكن ما كنرققوهاش بزاف، يعني حتى هي كنديروها موين. انا رشمتها بهاد الوريضه. هنا كيبقى الشكل كيف ما تنقول ديما. رشموها باي مرشم بغيتو. لاحظوا معايا ما غليظاش بزاف وما رقيقاش بزاف بحال الصابلي اللي كيتلصق مع بعضياته. كنحاول نوريكم السمك ديالها. اذا حتى هي من بعد رحنا طيبناها في فرن متوسط الحراره تقريبا 160 درجه حتى ل 170 درجه باش كتاخذ واحد الحميرار يعني زوين وما كتحرقناش. وكنزينوها بالنوغاتين ان شاء الله. هذه غادي نشاركها معكم مستقبلا ان شاء الله في القناه. اذن هي هذه الشكل ديالها. شوفوا كي جات كتجي رائعه وكتجي راقيه لا في المذاق ولا في الشكل. اذن العجين دائما راه كيلعب دور. من بعد راح خدمنا هذا ديال الشكلاط. هذا يعني راه جا فيه واحد المذاق زوين بزاف بزاف. كنتمنى تجربوه. غادي نحط لكم ان شاء الله كما ذكرت مباشره مور هذه الحلقه غنحط لكم هاد الصابليات. اذا لاحظوا معايا ضروري هنا يكون رقيق. هنا نفس العجين اللي خدمنا به سكر مع سنيده، سكر كلاصي مع سنيده. شوفوا معايا يعني الرق ديال الصابلي كيفاش جا هكا باش كيجي الفينيسيون زوين ديال الصابلي. هاد العجين حتى هو راه ناجح. من بعد رحنا كنزينوه حتى كنكملوا يعني الصابلي ديالنا كامل. هذاك راه ماشي شكلاط، هذيك تعليكه ديال الشكلاط باش ما كتسيح ما والو باش كتوصل لينا. هي هذيك ضروري. هاد المراحل غادي نزيدو نطرقوا لهم يعني في الفيديو ديال هاد الحلقه ديال هاد الصابلي ديال الشكلاط. من بعد مباشره نفس العجين تنقول نفس الطريقه كنبدلوا غير المذاقات. هذا صابلي ديال البيستاج، يعني خدمنا هنا بالعجين ديال يعني لي بات ديال البيستاج، يعني عجينه البيستاج دخلناها. ما دخلناش فقط باللون، لا درنا عجينه البيستاج لا في التعليكه ولا في العجين. هذا حتى هو غادي نشاركوه مباشره مور هذه الحلقه. حتى هو كيجي خطير الا درتو فيه العجينه الصابلي، يعني اللي كلاه تيحمق عليه. ماشي غير اللون فقط، كيجي بنين بنين لواحد الدرجه ان شاء الله. هو وهذا غادي نشاركوه مباشره طبعا. وطبعا بزاف الاشياء اللي درنا غريبات طبعا الا بغيتوهم نشاركهم حتى هما معكم اللي جاو رائعين. والطريقه باش خدمنا هذا ديال عجينه السكر غادي نحطها لكم، غادي نحطو لكم حتى هو. ومن بعد حنايا الطريقه ديال الحفظ غنقولها لكم غير بعجاله باش ما نطولش عليكم الفيديو. بحال دابا هذا ديال عجينه السكر جا رائع ديال الاسماء حتى هو غنشاركو معكم. دائما تنفرشوا الالومنيوم، يعني ورق ديال الالومنيوم كنفرشوه وتنستفوا الحلوه ديالنا وتنديروا البلاستيك الغذائي. لاحظوا معايا بهذا الشكل، يعني دوك الوريضات وديك الكتابه وديك التل ما يضيع لنا ما حتى شي حاجه. من بعد غنعاود ندير ورق الالومنيوم. ضروري تيتكلف واحد شي شويه ولكن كيوصل
كل شيء بحال خدمتيه يعني في نفس البيت، ماشي عادي ننتقل من دوله لدوله. لاحظوا معايا غادي نمشيو كنستفوا عادي ونستمروا. اذا الحلويات الصابلي هذا وديال الشوكولاته ديال البيستاج بهذه الطريقه استفتهم. اما اللوز طبعا راه ما تيضيعش كيمشي عادي وكنغطيوه كيف ما كتشوفوا. الطريقه ديال الحفظ راه مهمه، تبعوا معايا هاد المراحل. شوفوا الكعب غزال يعني ما فرقناه ما والو، بحال هاد الصابلي النوغاتين حتى هو غير الفراغات كنعمروهم كيف ما كتشوفوا بالالومنيوم ضروري، فين ما بقى شي فراغ عمروه. هذه غريبه اللوز ان شاء الله الا عجباتكم غنشاركها معكم. هذه هي اللي كندير في الصراحه، كلشي كيحماق عليها، ما تحش الوقت باش نديرها في القناه. وغريبه كاوكاو طبعا كلشي كيحماق عليها، غير بدلناها عوض السكر كلاصي درنا لها اللوز كونكاسي. وهذا يعني الفقاس اللي تيحمق عليه الجميع في الحقيقه. لي كوموند كتكون عليه بزاف، غادي نشاركو معكم حتى هو راني سجلته في حلقه خاصه. وهذا الحلقه هذا النوع ديال الصابلي كيف ما ذكرت راه عندنا. ولاحظوا معايا كعب غزال كيف ما قلت لكم ما فرقناه نهائيا، ومع ذلك وصل زوين لان كل شيء عاد طيب، كل شيء طري، كل شيء كيوصل. الا كانت الخدمه متقونه وكيكون داكشي على حقه وطريقه، صدقوني راه الحاجه كتوصل يعني في امان الله. هذا هو الصابلي اللي فرقنا بالالومنيوم من نفس الطريقه درنا. لاحظوا معايا كيف ما شفتوا يعني في البوفي بقى كما هو، ما كاينش شي تغيير نهائيا. هو الصابلي ديال البيستاج راه حنا فرقناهم بالالومنيوم، ردوا معايا البال. وهذا الصابلي تا هو ديال الشكلاط الارابيسك حاطينه معاودين في القناه. اذن هادو حلويات كيف ما شفتوا وصلوا هما هادوك. وفي الاخير ما تنساوناش من التسجيل في القناه اللي باقي ما تسجلش معنا، وتفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد. وكذلك اللايك ما تنساوناش، هي اللي كترفع المشاهده ديال الفيديو. والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.